ونكمل من الحلقة السابقة حينما كان التمثال يضحك نفس الضحكة التي كانت في تمثال سولو ليفلينج، ويقول له لي: أو أنت أيضا تستهزأ بي أيها التمثال الحجري اللعين؟ ولكن لا يكمل الكلمة، ونرى الفضائي أو الوحش الذي كان يهجم عليه يدوس على رأس ذلك التمثال وبطلنا أمامه. ونرى أن هذا المشهد الذي كان في أول الحكاية، لو تتذكرون ولو حاول تسمعها هتلاقيها على اليمين أو على الشمال على حسب ما أنت شايف، اللي هي الحلقة الأولى. ويقول في نفسه لي: لماذا أنا؟ ولماذا يجري كل هذا لي؟ وكل هذا كان في الحلقة الأولى. ونتذكر يا أصدقائي ذلك الوحش وهو يقتل بطلنا، ويقول بطلنا في نفسه: لأنني ضعيف. ونراه يتذكر الماضي اللئيم الذي كانوا يتريقون عليه ويقولون له: اغرب عن ناظرنا، أما أنك تحسب أننا أقربائك الفقراء؟ سنعتني بك بعد موت والديك، وما شأن بموت والديك؟ إن لم يكن عندك مال لدفع الإيجار فاخرج فورا. لا تحسب موت والديك سيعفيك من كل سداد الدين. ونراه يتذكر ويتذكر المجموعات الذي كان يستلفون منهم والداه، ويقول لهم أحدهم: اغرب، أنا لا أستأجر من عليه ديون، اغرب عن وجهي، أنت مجنون. هل تريد أن تحقق بسبب موت والديك وتقدم بلاغا ضد الشركة؟ كل الشكاوى التي أرسلتها في كل مكان قد انتهت إلي. ويرمي أوراق في وجهه ويكمل كلامه: لا، ألم تقل إنك لا تريد تعويضا بل تريد الحقيقة؟ فهذه هي الحقيقة. وذلك الرجل يا أصدقائي الذي كان في أول الحكاية، ويقول له صاحب الشركة: الحقيقة أن والداك التافهين تسببا في حادث بسبب انتهاكهما للقوانين، ولذا بدلا من أن نعوضك سنطالبك بخسائر الشركة التي بلغت الملايين. وذلك الرجل يحط قدميه على بطلنا: قلت لك قبلا، أولم يكن من الخير لك لو وقعت اتفاق التعويض وأخذت عشرات آلاف من المال؟ ولكنك أردت الحقيقة. ويركله في وجهه ويكمل له: دينك الآن بات تحت مسؤوليتي لتحصيله، والفائدة 30,000 شهريا، وأصل الدين يجب سداده في 3 سنوات. وهذا معناه يا أصدقائي أن الدين لازم يسده خلال 3 سنوات. وكل هذا وهو يدور في رأسه. ويكمل له: وسأرسل أحدا إليك في 15 من كل شهر، وإن لم يكن معك المال فلا تلمهم على قسوتهم معك، سأرشدك الآن حالك يرسلها. كن عامل تعدين بين الأبعاد، فهذا هو العمل الوحيد الذي قد يتيح لك سداد دينك. ويقول في نفسه يا أصدقائي والوحش غارز يده في بطنه: سأموت على أي حال، وأنتم لم تدعوني أموت ميتة هنية. ونراه يفتح فمه ويقول: ما شأن الضعيف؟ ويعض ذلك الوحش. ويكمل في نفسه: من الذي قرر أن الضعفاء يجب أن يموتوا صاغرين؟ والوحش يرميه يا أصدقائي على الأرض، ونراه وهو ملقى ويقول: رائحة هذا الوحش إنها حقا مقززة. ونرى ظلا عملاق في الخلفية خلفه، ويقول ذلك الظل الذي خلفه: ظننتك ستطلق شيئا من قواك، لكن اتضح أنه لم يكن إلا نضالا يائس قبل موتك. ويقول لي: ولكنني عضدته مرة على الأقل، فماذا فعلت أنت؟ لقد سحق الفضاء ذلك التمثال بكل سهولة. ويقول ظل التمثال: يا أصدقائي آسف، وحدي ما يمكنه إنقاذك إن سلمت جسدك لي طوعا. ويقول لي بغضب: لا أريد، لأن أموت خيرا لي من أن أخضع لأحد، لا سيما إلا مسخ قبيح مثلك. ونرى ذلك الظل وهو يضحك: هل الموت أحب إليك من الخضوع لي أيها الأحمق؟ أتظن أن لك الحق في عصياني؟ ونرى أن الوحش يتقدم إليه وهو يرفع قدميه ليدوس فوقه، ولكن تخرج هالة ظلامية من بطلنا لي، ويطلع شاشة نظام حبيبة الملايين مكتوب فيها تفعيل نظام الظل. ونرى هالة ظلامية تلتف حول ذلك الوحش الفضائي وتأتي به إلى الأرض، ويقول الظل له: ذلك الذي وطأ تمثالي الآن أهو أنت؟ ونرى أن هناك قدم عملاقة من الظل تدوس على ذلك الوحش تفعصه مثل الصرصور. ويقول لي أو المتجسد فيه جسد لي: أنا لا أنسى من يسيء إلي. ونراه واقف شامخا يا أصدقائي. وتلك الوقفة طبعا أنا حاططها صورة مصغرة بتاعت ده، بالله عليكم الشباب سولو ليفلي، هي كده إجابة أخيرة معاي. ويكمل لي ويقول: كم أنت مزعج، تنحى عن ناظري. ونرى أن هناك بقعة ظلامية تحت ذلك الوحش
تفتك به وتبلعه. ويقول ذلك الظل الذي يتجسد في جسد لي: طعمك عاف، أما أولئك السافل الماكرون. ويقولون الذين كانوا مع لي الذي أخذوا منه البطارية: يا لي يا لي ماذا تنوي أن تفعل؟ ويقول واحد آخر: إن تجرأت ولمستني فسأبلغ عنك. ويقول لي، أو مش لي، بصوا يا جدعان احنا هنقوله ليه بقى زي ما زي. ويقول لي: فإن الفضول يقتلني لأرى ما تصنع بهم إن أعدت لك جسدك. وبكده أصدقائي تكون خلصت حكايتنا النهاردة. أنا عارف إن الفصول قصيرة لكن المشاهدات على ده تبقى بحب كده لحد ما إن شاء الله نكبره وكده. ما تنساش طبعا تصلي على النبي، وما تنساش الاشتراك في القناة والمرة أولى طبعا. وسلام.